اللي يخلي شركات تنجح عن غيرها حاجتين مهمين جدا. اول حاجه جود استراتيجي بتاع الشركه، تاني حاجه جود بيبل، الشركه بتنقي الناس المظبوطه اللي تنفذ لها الاستراتيجي اللي هي حطاها، واولا واخيرا توفيق ربنا سبحانه وتعالى. يعني ايه استراتيجي؟ الاستراتيجي هي عباره عن الخطه اللي بتتحط من الشركه، والخطه دي هي عباره عن زي المقوله اللي بتقول اللي تكسب بيه تلعب بيه. يبقى اذا الحاجه اللي تديني الميزه التنافسيه بتاعتي في السوق اللي انا داخل فيه هو ده تبقى المفروض ان انا احط بيها الخطه بتاعتي. يليها بنبني حاجه اسمها ميشن فيجن وفاليوز بتاعه الشركه. عاوزين نركز في الحته بتاعه الشركه، احنا بنحدد المهمه، بنحدد الرؤيه بتاعتنا احنا رايحين فين، وبنحدد قيم والمبادئ اللي قايمه عليها الشركه. الميشن معناها احنا مين وبنعمل ايه في السوق ده والحاجه اللي متخصصين فيها. الرؤيه بتاعتنا معناها احنا عاوزين نكون فين. الرؤيه بتاعتنا بتبقى محدده من 3 ل 5 سنين، وممكن انها تتغير وممكن انها تمتد بعد كده، ولكن هي في العموم بتتجدد او بتراجع كل 3 ل 5 سنين. المبادئ اللي هي القيم للشركه قايمه عليها في تصرفاتها مع الجهات الخارجيه، الاكسترنال والانترنال برضه. والانترنال الجهات اللي موجوده انترنالي واكسترنال. يبقى هنعتبر الشركه شخصيه معنويه، هي اصلا شخصيه معنويه، نعتبرها انها شخصيه وليها مبادئ معينه ماشيه بيها وتتعامل بيها مع زي ما قلنا الجهات الخارجيه والجهات الداخليه. يبقى اذا الاستراتيجيك مانجمنت ابروتش عباره عن هدف طويل المدى عاوزين نوصل له، ومهمه عاوزين نحققها، وبنحط الخطه التنافسيه بتاعتنا في السوق اللي احنا داخلينه بناء على امكانياتنا المتاحه. بعد الفورميليشن بتاعت الميشن والفيجن والفاليوز بندخل نعمل عمليه سكان للشركه. السكان دي اللي هي سوات اناليسيس. يعني الاهميه بتاعت السوات اناليسيس في بعض الشركات بتشوفها ملهاش الاهميه القصوى، لكن هي مهمه جدا لان هي بتديني كل المعايير اللي انا ببني عليها نقط ضعف ونقط قوه بتاعتي والمخاوف بتاعتي اللي موجوده في الماركت، زائد الاوبورتيونيتيز اللي اقدر الاقيها بره في الماركت عندي. بنحط السوات اناليسيس، بعدين نبدا نحدد الاستراتيجيات بتاعت الخطط اللي احنا هنعملها. الخطط دي بتتقسم لثلاثه ليفلز. اول ليفل الخطه بتاعت الجروث اللي هو البيزنس ليفل، دي اللي بيحطها موست بروبلي بيبقى البورد اوف دايركتورز. خطه برود للدايفرسيفيكيشن بتاعت المنتجات، التنوع بتاع المنتجات بتاعتي، تنوع الاسواق والتنوع الجغرافي بتاعي. تاني ليفل بعد ده بيبقى الكوربريت. لما قلنا الاستراتيجي فورميوليشن هنيجي هنا نقول الليفلز بتاعت الاستراتيجي فورميوليشن، فهاخدك في الخطوات بتاعتها ليفل. اول حاجه بنقول الكوربريت ليفل استراتيجي اللي هي موست بروبلي اللي بيحطها البورد اوف دايركتورز، بتبقى خاصه بتنوع المنتجات بتاعتي، تنوع الخدمات بتاعتي، وتنوع الجغرافي والاسواق اللي هنخش فيها جغرافيا. تاني ليفل هو البيزنس استراتيجي اللي هو الخاص بالديفرنشيشن بتاعتي. اي حد داخل سوق موجوده لازم يبقى عندي ديفرنشيشن. ايه هي الديفرنشيشن؟ التنافس بتاعي او النقطه التنافسيه، ازاي ابقى مختلف في السوق عن المنافسين بتوعي. طبعا بعد دراسه للمنافسين انا بحدد انا هروح فين بالظبط في الاختلاف بتاعي. الاختلاف ده ممكن يبقى بسعر او بتطوير مختلف او ممكن يبقى بجوده مختلفه. هنيجي بعد كده على الفانكشنال استراتيجيز. فانكشنال استراتيجيز دي هتروح على كل ديبارتمنت هيحط الاوبجكتيفز بتاعته والبلان بتاعته بما يفيد التو ليفلز الاب ليفلز اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده. فبالتالي كل اداره هتيجي توضع لنفسها الاستراتيجيات والاوبجكتيفز بتاعتها اللي تقدر تفيد البيزنس ليفل اوبجكتيفز والكوربريت ليفل اوبجكتيفز.